السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده شكل كل سنة وانتم طيبين. الاول بحلول شهر رمضان علينا، يا رب نعاد علينا الايام بالخير يا رب ومن بركات. ده شكل ديكورنا اللي احنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود علينا الأيام بخير يا رب. بوجود رمضان في وسطنا ده حاجة بتسعد كل واحد في بيته. دايما بنتمنى ان رمضان ما يروحش ويفضل موجود عندنا في بيتنا ما يخرجش. يا رب يسعد كل أيامكم يا رب. النهاردة هنتكلم عن طريقة جديدة لعمل الفراخ المحشية. كل المقادير اللي احنا هنحتاجها مع بعض. هنحتاج معانا فرخة تكون كيلو ونص. الفرخة دي احنا غسلينها ونقعينها كويس. ومعانا كوبايتين من البرغل. البرغل ده يا جماعة مش مطحون، البرغل ده صحيح مش مطحون. معانا هنا بصلتين متخرطين مكعبات صغيرة. معانا هنا الكبد وقوانص. ومعانا رشة من الشبت والكزبرة. ومعانا هنا البهارات بتاعتنا: ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبرة، كاري، بهارات فراخ مشوية، بهارات مشكلة، بصل بودر، توم بودر، ملح. دي البهارات اللي احنا هنحتاجها مع بعض. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. وهنا جبنا طاسة حطيناها على النار، وحطينا فيها معلقتين من الزيت، وهنحط معاها كمان معلقة من السمنة. وعادي يا جماعة لو عايزين تبدلوا من السمنة بزبدة برضو تبقى جميلة قوي. بس برضو عشان احنا هنعوز زبدة برضو في خطوة أخيرة هنقولها مع بعض دلوقتي. هنا اهو. وهنا بقى خلاص الطاسة بالزيت بالسمنة سخنوا. هنحط عليهم البصل اهو. هنديله بس تشويحة كده اهو. هندي البصلة تشويحة يا دوبك بس يخدم معانا كده اهو. هنديله لون كده ونرجع تاني مع بعض. وهنا واحنا بنعمل البصلة هنزود معاها بس القنص، لان القنص بتعوز سوي كتير عن الكبد. فاحنا هنا بس هنزود القنص، مش هنسيب الكبد دلوقتي خالص اهي. والبصل بيتشوح. القنص برضو بتاخد نص سوية معاه عما نيجي نحط البرغل والكبد اهو. ونسيبهم بقى ياخدوا تشويحتين كده مع بعض، ونرجع نوريكم تاني قبل ما نحط الكبد. وهنا اهو احنا كل ده لسه بنقلب في البصله مع القوانص. احنا طبعا ما حطيناش بهارات، لان احنا لو كنا حطينا البهارات كانت حمرتها بسرعه ما كانتش خدت في السيوي. انما احنا هنا سيبناها مع بعضها اهو. هنا اهو هنا اهو الكبد هنزودها اهي. بنزود الكبد، ومع الكبد بقى على طول احنا معانا اهو. بعد ما زودنا الكبد هنا ده البرغل معانا، احنا نقعينه قبلها بنص ساعة بالظبط عشان خاطر يتشرب شوية ما يبقاش ناشف معانا. احنا نقعينه قبلها بنص ساعة بالظبط، غسلينه وسيبناه يتنقع قبلها بنص ساعة. هنزوده مع الكبد والقوانص اهو. اهو هنديله كده تشويحة اهو مع بعضهم كده. وهنا بقى عايزين خلاص نزود البهارات هنزود اهو. دي البهارات اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو. البهارات ده هنزودها اهو مع بعض. واللي مش عايز يحط البهارات دي كلها مش عايز يحط البهارات دي كلها وعنده السبع بهارات ممكن يحط معاها، بس يزود معاها الفلفل الاسمر اهو. هنا بقى هنعلي عشان مش عايزين نقلل كتير عشان خاطر الكبده ما تتهراش مننا اهو. هنفضل نشوح فيها شويه. احنا هنا اهو سيبناهم يتشوحوا قيمة 5 دقايق كده اهو.
احنا برضه مش عايزين نديهم سوي كامل، لان هما كده كده لسه هياخدوا سوي لما نرجع نحط الفرخه في الشوربه. وهنا بس اهو خلاص واحنا بنقفل اهوت هنزود بس معانا الخضره بس. ده كده خلاص، كده خلاص تشويحتنا خلص. هنسيبها بقى تبرد، مش هينفع نحشيها وهي سخنه كده، هنسيبها بس تبرد 10 دقايق ونرجع تاني نوريها لكم واحنا بنحشيها. احنا هنا خلاص كانت بردت خالص 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 اهو. هنا بقى جبنا الفرخة وفضينا ما بين الجلد واللحم خالص. هناخد بقى من الحشوة كده ونحشي اهو. هنحشيها بقى في قلب الفرخة، ولو بقى بقى من الحشوة هنحط ما بين الجلد واللحم اهو. احنا كل ده هنحشي. احنا يا جماعة حتى سيبنا الحشوة تبرد عشان خاطر الفرخة اصلا ساقعة، يعني الفرخة ماهيش طازة، هي كانت في الفريزر وانا مخرجاها فكانت ساقعة، فما ينفعش نحط حاجة سخنة مع ساقعة هتبوظها. من الاحسن يعني ان تسيبوها تسخن تبرد براحتها اهو. هكملها حشو وارجع اوريها لكم تاني. وكده خلاص احنا خلصناها حشوة، حشينا ما بين الجلد واللحم وحشيناه من جوه. ولو عندكم عصاية من بتاعة الشيش طاووق او خلة تقفلوه بقى كويس، والوقت بقى نحطها على النار. وهنا احنا مولعين على مية، حطينا فيها قطعة من الزبدة وحطينا عليها مية وحطينا فيها جزر وطماطماية وحبة ملح وحبة فلفل أسمر. احنا نحط يا جماعة الشوربة الملح بتاع الشوربة نحطه عادي، لأن هيدينا نفس الطعم، مش هيبقى حادق ولا حاجة. وهنحطها بقى الوقت احنا سايبينها تغلي من شوية، هنحطها اهو ونسيبها بقى مع بعضها مع نفسها كده. هتقعد بالظبط حوالي من ساعة لساعة الا ربع. هنسيبها وارجع اوريلكوا تاني بعد ما تخلص. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. والوقت بقى عما الفرخة تخلص من على النار هنعمل مع بعض السمبوكسة. دي كانت عندي لحمة مفرومة وسايباها في الفريزر، ودي جبنة. واللي احنا هنعوزه مع بعض نلحم بيه، جبنا معلقتين من الدقيق وحطينا عليهم معلقتين من المية اهو. دي اللي هنعوز نلزق بيها بس. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنمسك الورقة كده اهو اهي، وهنعملها كده من هنا ونقوم تانيينها اهو. وهنحط كده في قلبها الحشوة اللي احنا عايزين بقى نحشي بيها، دي اختياري اهو كده. واحنا عملناها كده اهو، نقوم جايبينها الجهة ديت ونرجع تاني نجيبها كده ونرجع تاني كده اهو. هنلزقها ونرجع نوريها لكم تاني اهو. ده شكلها معانا. يلا نعمل بينا كمان واحدة. دي شكلها اول واحدة معانا اهو. هنعمل كمان واحدة اهي اهو. اول حاجة هنجيب الطرف ده هنا كده وهنقوم تانيينه الناحية التانية. نعمل بقى اهو اهو اهو. نتنيها الجهة دي ونرجع نجيب الجهة دي كده اهو، ونرجع نتنيها وهنقفل برضو ايه مع بعض اهو. هنعمل كمان واحدة بقى، بس ده هنعملها بالجبن اهو. احنا تنانا اهو، وهنقوم تانينا كمان مرة اهو اهو. نجيب دي كده اهي، ونجيب دي هنا كده اهو، ونقوم قافلين دي كده وهنلحمها مع بعض. هنخلص بقية الكمية وارجع اوريها لكم تاني بعد ما خلصنا.
وكده خلاص احنا خلصنا كل الكمية اللي كانت معانا. كده خلاص خلصنا السمبوكسة برضو هنحطها في، هنلف عليها ستريتش راب ونحطها في التلاجة لحد وقت ما نيجي نحمرها. هنحطها ويلا نكمل نشوف هنعمل ايه تاني. وهنا هنعمل مع بعض بقى قطايف خفيفة، قطايف منها هنحشيها كريمة، ومنها برضو هنحشي فول سوداني وزبيب وجوز الهند. يلا نبدأ مع بعض. أول حاجة اللي احنا هنحشيها كريمة مش هينفع نقفلها خالص، يعني يا دوبك هنقفلها كده بس، وهنسيب الجزء ده مفتوح، بس لازم نتأكد ان احنا قافلينها كويس. دي اللي هتتحشى كريم اهو. وده بقى هنعمل اهو اللي احنا هنحشيها بالحشوة بتاعتنا اهو. بس يا جماعة واحنا بنقفل القطايف لازم نتأكد ان هي اتقفلت جامد عشان ما تجيش في الزيت وتتفتح مننا تاني اهو. كده احنا بنتأكد بس ان هي اتقفلت جامد قوي اهو. هنعمل كده وهنعمل كده يعني ما بين الاتنين، عشان اللي عايز كده ياكل واللي عايز كده ياكل اهو. القطايف عشان كانت جايه سخنه لزقت في بعضها، نبقى نسيبها شويه متهوى عليه بس مش قوي عشان ما تنشفش مننا اهو. دي اللي هنحشي بقى كريم. هنخلص الكميه ونرجع نوريها لكم تاني بعد ما نخلص. احنا كده خلصناها اللي مفتوحه ديت بالكريمه. انا عملت كتير كريمه اكتر عشان خاطر الاطفال. وهنا احنا عملنا الشربات معانا من شويه وسيبته يبرد براحته بقى خلاص. يلا بينا بقى نحمر على النار. هنا حاطه الزيت بيسخن، وهنا الفرخه معانا لسه زي ما هي على النار ما قفلناش عليها. هنا بقى هنحط بقى في الزيت تتحمر، وما تخرج نوريها لكم تاني. احنا هنا كده خلصنا كمية القطايف بتاعتنا. هنا عملنا كريم جانتيه بس ما عملناه انا ما عنديش يا جماعة بصراحة كيسة من بتاعته، فهنحط في كيسة من بتاعة التلاجة وهنقص بس منه حتة صغيرة خالص اهو. وهنمسك وهنجيب القطافية كده اهو، هنملاها كده اهو، وهنقوم منزلينها بس كده في الفول السوداني والجوز الهند. هنعمل كمان واحدة معاكم اهو اهو كده اهوت. نعمل كمان واحدة معاكم وهنخلص احنا الباقي وارجع اوريهولكم. خلاص احنا خلصناه، ده شكلها النهائي اهو. شكلها جميل جدا وهتعجبكم قوي 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 قوي. جربوها بس والله طعمها جميل قوي قوي، والاطفال كمان هتحبها وانتوا كمان هتحبوها. ده شكلها اهو. ده تقريبا بالظبط نص كيلو قطايف. ده شكلها اهو. حشيناها كريمة، ودي بس اللي احنا حشيناها بالجوز الهند والزبيب والفول السوداني. ده شكلها ايه، يا رب تعجبكم. ويلا بقى نشوف هنكمل بقية اكلنا. احنا خلاص خلصنا فطارنا النهارده. احنا عملنا معاه رز بسمتي والسمبوكسة والفرخة، وعملنا شوربة وعملنا طحينة وعملنا سلطة كمان معاها، وعملنا لبن بالبلح. يا رب يكون الفيديو بسيط وعجبكم، وما تنسوش تجربوا القطايف والله هتعجبكم قوي. وكمان خلاص خلصنا الفطار كله، عملنا بس معاه شوية رز بسمتي وكده، والشوربة بتاعتنا بتاعت الفرخة. يا رب يكون الفيديو بسيط ويعجبكم. كل سنة وانتم طيبين، يا رب ينعاد علينا كلنا يا رب دايما بالخير كده واليمن والبركات. وما تنسوش يا جماعة قراءة القرآن في رمضان، ما تنسوش عليها قبل ما تبدأوا يومكم بأي حاجة. لازم نقوم نقرأ الوتر بتاعنا الأول، وبعد كده نبدأ نقوم نشوف ورانا ايه. يا رب يكون يومنا بسيط، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لنا لايك او تعليق نشارك فيه مع بعضنا. كل سنة وانتم طيبين، يا رب كل سنة نبقى احسن من الاول. يا رب تكونوا كل سنة وانتم طيبين.